السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله بقى، طبعا الصينية دي متأخرة عليكم أوي أوي. الفيديو ده بقى كان من أيام العيد. ما شاء الله صينية رقاق تاكلي صوابعك وراها، شايفين الجمال؟ وفرخة بقى كده مسكناها، ظبطناها وقطعناها وعملنا لها أجمل تتبيلة من إيدين شيري. ما شاء الله تبارك الرحمن. نمسك الفرخة بتاعتنا ديت بقى ونعمل لها، نقطعها كده تقطيعة حلوة بقى كده، ونعمل لها مع المحلول بتاع النقع بتاعها، ونعمل لها التتبيلة الحلوة بتاعتها. طبعا قرن فلفل ألوان، شوية بصل، شوية فلفل أسمر صغيرين، سهلة على نفسك. جبت بقى المحلول بتاع النقع بقى، حطيت فيه الطماطماية الجميلة ديت والليمون، شوية ملح، شوية دقيق، وورق لورا، ونقعت الفرخة بتاعتي. التتبيلة بتاعتي طماطم، فلفل ألوان، عندكيش فلفل ألوان حط فلفل أخضر، بصلاية حلوة كده، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل أسمر. توابل فراخ لو عندك، ما عندكيش توابل فراخ مفيش مشكلة خالص. ونسيبها بقى في الصينية بتاعتنا كده 3 4 ساعات. ويا سلام بقى لما إيه، كل ما الفراخ بتاعتنا تتحط في التتبيلة كل ما تبقى أجمل، كل ما اللحمة بتاعت الفراخ تدوب في التتبيلة. هنعمل بقى صينية الرقاق. معانا نص كيلو لحمة مفرومة، طبعا دي من لحمة العيد، كنت مقسماها. عملنا منها القرص اللحمة والحمرة قوي، عملناها قرص لحمة، والنص ونص كده شويناها. ودي بقى قلنا ايه، نقسم بقى ونعملها ايه للبشاميل، نعمل للرقاق. وظبطنا الأمور، وكل سنة واحنا ايه كنا طيبين، والشعب المصري كله طيب وحبايبي طيبين. مسكت بقى بصلتين حلوين كده، وقمت مشوحاهم، وقمت جايبة ايه بعد ما بحب أدي البصل كده تشويحة كده، وبعدين أحط اللحمة. الشوربة بتاعتي كانت ايه، كانت خفيفة ما كانتش دسمة. فقمت ايه حاطة بقى شوية لبن في قلبها، وحطيت مكعبين زبدة. اللهم بارك. كانت بقى الايه الشوربة بتاعتي بقى، أهم حاجة إن الشوربة تغلي. أهم حاجة في الرقاق إن الشوربة تغلي. ولو حطيتي الصينية على البوتاجاز وبعدين قمتي حاطة فيها بقى ده كله، وقمتي برضو بلة رقاق فيها، تديكي نتيجة أجمل وأجمل. كل ما الشوربة بتبقى تغلي كل ما يبقى إيه الرقاق يطرى معاكي ويديكي نتيجة أفضل. الرقاق بتاعي كان كبير شوية عن الصينية. أنا بحب الرقاق الصغيرة، وتبقى في الصينية الصغيرة. حطيت حتة سمنة في الصينية، ومعايا زبدة بقى إيه للتوريق بتاعتي، غير إني حاطة برضو في الشوربة، حاطة في الشوربة لبن وحاطة زبدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأت أبل الرقاق بقى وأرص في الصينية. صينية الرقاق دي بتبقى لها أيامها بقى، أيام العيد دي بتبقى خطيرة خطيرة خطيرة. بابايا بقى الله يرحمه كان بيحب صينية الرقاق ديت مسكرة، فكانت ماما دايما تعمل نفس الحاجة، بس طبعا مفيش لحمة مفرومة. كانت بتحط بقى في النص كده مكسرات وتسقيه. ما شاء الله، اللهم بارك. فكانت بقى بتدي ايه نتيجة، يعني الرقاق ده ممكن نعمله مسكر باللبن، وممكن ايه نعمله حادق بالايه باللحمة المفرومة، فبيديكي ايه طعم جميل. كل سنة وانتم طيبين. حطينا بقى بلينا بقى في الشوربة الرقاقية في قلب الشوربة كده، ما شاء الله. ونبل بقى ايه ونحط في قلب الصينية بين كل طبقة وطبقة مسحة زبدة بسيطة أو مسحة سمنة بسيطة. طبعا دي زبدة فلاحي ومسيحاها، وإيه وبرص بقى بين الطبقة والطبقة كده، وأحط رشة بسيطة كده، مفيش دهون كتير ولا حاجة. حتى اللحمة لما نزلت الدهون اللي فيها شلتها كلها، شلت أي دسم نزل من اللحمة شيلته كله، علشان تبقى الحاجة خفيفة كده، ومعدتنا ما عادتش تستحمل الكلام الدسم ولا الحاجات دي. وطبعا صينية الرقاق دي بتبقى لها فاكهتها في أيام العيد بقى كده، بتبقى لها زي الفاكهة كده بالظبط. بألف هنا وشفا للي ياكل. بدأت أهو أحط أهون، وبعدين إيه هحط الإيه الرقاق تاني، هكمل النص التاني. اللهم بارك، بألف هنا وشفا اللي ياكل. ما شاء الله تبارك الرحمن. طلعت حطيتها في الفرن بقى على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط.
اللهم بارك، كانت طالعة زي الفل زي ما انتوا شايفين. ده الوش بتاعها، وقلبتها بقى على ظهرها كانت عاملة زي البسبوسة. اللهم بارك اللهم بارك. يا ريت بقى الله وادي الفرخة بتاعتي الجميلة. حتى كان عندي قطع لحمة برضو حطيتها عشان في ناس ما بتاكلش الفراخ عندي، ولادي ما بياكلوش الفراخ، فحطيت لهم ايه في الجنب كده ايه، لحم. يا ريت بقى الله بحبكم في الله يا احلى اخوات في الكون كله. مع السلامة.